صباح الخير، مساء الخير، على حسب التوقيت اللي وصلكم فيه الفيديو. شن دايرين وأخباركم ويومكم سعيد وحلو وصحة فطوركم وربي يسعدكم ويعاونكم يا رب العالمين. المهم حبيت اليوم نشارك معاكم ونديروا مهلبية الطنجرة في الطنجرة بدون كترة معين وبدون حوصة. عندنا بالأكواب المعيارية أو الأكواب العادية. ضفت كوب من الحليب وثلاث أكواب من المية. أنا نديرها يعني المهلبية نحبها بالرز المطحون مش بالنشا. ضفت 6 كواشيك من السكر، كواشيك كبار، و6 كواشيك من الرز المطحون. نحب يعني نطحن واجد ونخليه هيك في شكارة أو علبة يعني بلاستيك أو أي حاجة تحفظوها فيها. وضفت فانيليا سائلة اختيار، يعني ممكن تضيفوا كريم شانتيه كشيكين كبار، ممكن كشيكين كبار قشطة. نقلب المكونات كلها على البارد وبعدين على نار وسط نستمر في التقليب لعند القوام يتقل يقل، يعني أتقل من خليط الكيكة. لو حسيتوا مثلا انت متقلبوا القوام تقيل واجد، خففوا شوية مية أو شوية حليب. وكان لقيتوها مثلا المهلبية خفيفة، ضيفوا كشيكين كبار من الرز المطحون. هذا من طنجرة للكاسات طول بدون حوسة، مش ما كتروش الكواشيك والحاجات اللي تصبوا بيها يعني. خلاص. وضفت هنا جوز الهند، التزيين اختيار يعني كيف ما تحبوا المتوفر عندكم. وضفت اللي هو الزبيب الأسود، هذا يهبل للتركيز وللنسيان بالذات الأطفال أو الكبار. وضفت شوية فراولة وشوية كيوي، ممكن تضيفوا مكسرات عادي، ممكن زبيب وجوز هند فقط عادي. وضفت شوية من القرفة تعطي طعم بالمهلبية تهبل. وهذا كان فيديو اليوم، كنت دايرتهم وماشية عند أختي. بجد طعمها تهبل المهلبية بالذات وهي مسقعة، نحس أحلى من مهلبية النشا بواجد. جربوها طريقتي هذه إن شاء الله حتعجبكم. وأنا كنت مستعجلة والجو صقع، لبست الجوانتيات ديما يدي تلج، يدي والأطراف عندي مش عارفة ليش التلج. المهم لبست الجوانتي النمر هذا وقلنا نتوكل على الله ونستنى في تعليقاتكم الحلوة. متنسوش تدعوا لأمي بالرحمة والمغفرة ويرحم جميع موتى المسلمين، ونشوفكم في فيديو جديد.